Recording in مم. الصوت واضح يا جماعة؟ هو الصوت واضح لكنه بيتردد مرة تانية. في صدى صوت. أنا هحاول أتغلب على المشكلة ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كده واضح؟ كده أوضح. اللي سامع الصوت بس يوضح لي أو يبين لي لو سمحت. تمام، شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد. النهارده اللقاء عن كيفية تنزيل الدراسات السابقة من بنك المعرفة المصري أو من الإنترنت عموما، بس بداية من بنك المعرفة المصري. اللي عنده حساب في بنك المعرفة المصري هيدخل في الخطوة اللي بعدها. أنا دلوقتي بتكلم، مفيش صوت خالص. لا، في صوت تمام. استاذ هاني، الصوت عند حضرتك واضح؟ مش باين ان في مايك عندك يا استاذ هاني. استاذ هاني، حضرتك قفلت المايك عندك والاستاذه منى. هنبدا نفتح جوجل اول حاجه يا جماعه. بعد ما نفتح جوجل ندخل على بنك المعرفه المصري، نكتب بنك المعرفه المصري وتسجيل الدخول. بنك المعرفه المصري. ممكن نسجل عن طريق الايميل العادي، الياهو او جوجل، الجيميل يعني، او الهوت ميل، او عن طريق الحساب الجامعي. عشان تسجل لازم يكون معاك رقم القومي ولازم تاريخ الميلاد. لازم رقم القومي وتاريخ الميلاد. الصوت واضح للجميع؟ استاذ رأف واستاذ نورهان، الصوت واضح؟ الصوت واضح تمام، ولو ما فيش صوت احنا هنتكلم. تمام. بسجل بالايميل، بضغط على ايقونه البحث العلمي والتعليم الجامعي واضغط على الخطوه التاليه. كل الحاجات دي هتبقى بسيطه في الاول. لو انا معايا ايميل جامعي هسجلها باحث جامعي افضل. لو ما معيش ايميل جامعي وايميل عادي، ياهو او جوجل او هوت ميل، بسجل عن طريق طالب جامعي. وبسجل الايميل بتاعي العادي جدا جدا، اسمي الاول والاخير مثلا، ده اللي انا كنت سجلته قبل كده، ورقم التليفون والرقم القومي وتاريخ الميلاد مظبوط. بعدها بيجي لك رساله تفعيل، بتفعل الايه، الايميل بتاعك. دي اول خطوه. يبقى اول خطوه التسجيل في بنك المعرفه، يا اما بالايميل الجامعي او بالايميل العادي الشخصي بتاعك. اهم حاجه الرقم القومي يكون مظبوط، ما يكونش متسجل قبل كده. الرقم القومي وتاريخ الميلاد عشان يتاكدوا ان حضرتك هو الشخص اللي بيتسجل. انا هدخل بالايميل العادي بتاعي عشان نعرف ازاي نحمل الدراسات السابقه. بتطلع لي الشاشه دهيت. بدخل على ايقونه مصادرنا فوق.
ايقونه ايه مصادرنا فوق، عندي رئيسيه وعندي بحث وعندي مصادرنا. ايقونه ايه مصادرنا. لو انا بحث باللغه الانجليزيه ببحث باللغه الانجليزيه، لو انا بحث باللغه العربيه ببحث باللغه العربيه. ببحث مصادرنا باللغه العربيه، مصادرنا باللغه العربيه. هلاقي مكتبات عالميه كثيره جدا. افضل مكتبه هي دار المنظومه، او افضل دار هي دار المنظومه. قاعده معلومات شامله، هنضغط عليها. عندي قاعده المعلومات التربويه، الاقتصاد والاداره، اللغه والادب حسب فروعي، العلوم الاسلاميه والقانونيه، العلوم الانسانيه، والرسائل الجامعيه. هنلاحظ ان هو حاطط مجلدات في الاول، ولكن هي في الاخر لو انا دخلت في العلوم التربويه بحثت في اي تخصص ثاني هيجيلي، لان هي مرتبطه ببعضها. هدخل مثلا في قاعده العلوم التربويه، بشوف العنوان بتاع المتغيرات بتاعته او الموضوعات بتاعته او الشائع او الموضوع اللي انا بشتغل عليه. ببحث في ايقونه البحث، بكتب مثلا عايز ابحث عن الاحتياجات التدريبيه. الاحتياجات التدريبيه مثلا، وهبحث. عندي هنا انا عايز ابحث عن بحوث ومقالات ولا رسائل جامعيه. واضحه الايقونات اللي على الجنب دهيت. الافضل رسائل جامعيه بالنسبه لطالب الدراسات العليا، افضل يبحث في الرسائل الجامعيه. طيب انا عايز الدراسات الحديثه، عايز اخر سنتين بس، ببحث سنه 22. عندي 14 رساله سنه 22، و24 رساله سنه 21، وهكذا 38 رساله سنه 20. انا كباحث بشوف دراسه دراسه. انا عندي دي دراسات كامله. احيانا بتيجي دراسات كامله، واحيانا بتيجي ملخص فقط، واحيانا بتيجي اول 24 صفحه فقط. الافضل ان انا بشوف الدراسات السابقه الاول كامله، ثم اللي بعدها، ثم اللي ليها ملخص فقط. طيب بيفيدني ايه دار المنظومه؟ بيفيدني ان انا بجمع الدراسات السابقه كامله، وبيفيدني كمان ان انا بعرف العنوان بتاعي هل تم بحثه من قبل ام لا. لان يعني في احيانا باحثين بيدوروا في عنوان او بيختاروا عنوان وبعد كده بيكون بحث في اي جامعه اخرى. انا عندي هنا الاحتياجات التدريبيه التكنولوجيه لمعلمي الرياضيات في المرحله الاساسيه. لما بضغط على صفحه الالوان بتحمل صفحه الالوان في التنزيلات عندي. اضغط واحده واحده، ما اضغطش كلهم مع بعض، واحده واحده عشان ينزلوا، واجمعهم في فولدر لوحده. بنسخ مثلا العنوان ده، وادخل على قائمه التنزيلات عندي. ادي العنوان اللي نزل الان. العنوان اللي نزل الان. الافضل ان انا بعملها في صفحه، في رابط جديد. افضل ان انا بفتحها في صفحه رابط جديد عشان يبقى سهل النسخ منها. ادي كده هنسخ العنوان واعمل لها غير اسمها هنا عشان نكون عارفها مثلا. طيب انا هفتح مثلا الملف ده. هلاقي الصفحه الاولى البيانات بتاعته عشان التوثيق. ثواني هفتح الملف اللي انا عملته الان. هلاقي الصفحه الاولى اللي فيها البيانات التوثيق كامله، والصفحه الثانيه بيسجل لي التوثيق بالاي بي اي والام ال اي، بنوعين من التوثيق. طبعا احنا عندنا مثلا في مصر غالبا يعني يا اما اي بي اي يا اما الطريقه التقليديه. فسهل ان حضرتك بتغير الطريقه التقليديه، بتخلي بدل اللقب بتخليه بعد الاسم، والتاريخ بتخليه زي ما هو في الطريقه ام ال اي فقط. يبقى دار المنظومه خطوتين فقط. يا اما اول خطوه ان حضرتك بتسجل وتفعل التسجيل، ثم بعد كده تدخل على مصادرنا، تفعل التسجيل في بنك المعرفه المصري، ثم تدخل على مصادرنا، ثم
تنزل رسائل. عندك ايقونات كتيره ممكن تبحث عنها، وهكذا تفضل. يعني حضرتك عندك مثلا متغير الاحتياجات التدريبيه بتبحث عنها. عندك مثلا لو هنبحث عن شاعر معين او اديب معين، البحتري مثلا، هبحث عن البحتري، مين اللي تناول البحتري في الادب العربي مثلا. هل بحوث المقالات ولا الرسائل الجماعيه؟ هاخد الرسائل الجماعيه كلها. ادي الرسائل الجماعيه اللي تناولت شعر البحتري. التناص في شعر البحتري، الطيف في شعر البحتري، التشبيه، البحتري حياتي او حياته وشعره، الصنعه البديعيه في شعر البحتري، وهكذا. يبقى كده قبل ما ابحث في الموضوع لازم اجمع الدراسات السابقه عنده واشوف هل سبق دراسته ولا لا، وهل الدراسات السابقه متوفره ولا لا. في اي حاجه قبل ما اقول لكم على معلومات تانية، في اي استفسار في النقطه دهيت؟ اي استفسار؟ بعد إذنك يا أستاذ محمد، وأنا كده أضفت الملفات لبعضيها إزاي؟ يعني حضرتك بتقولي إن مثلا طيب فصل انا الواحد هقول لكم الأول دلوقتي هينزل ازاي نضيف الأجازة. الملفات لبعضها عملي. تمام. 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 انا باجي هنا في التنزيلات عندي بعمل فولدر جديد. تمام كده. والملف العنوان اللي انا نسخته اهو، الاحتياجات التدريبيه التكنولوجيه. تمام كده. هرجع تاني على بنك المعرفه، الاحتياجات التدريبيه، هرجع تاني ابحث عنها وانزلها كلها كامله عشان تبقى كلها فولدر واحد. لان تنظيم العمل في البحث العلمي او في الدراسات العليا اهم شيء عشان المعلومات تقدر توصل لها. يعني ممكن حضرتك تسمي الملف بعنوانه، ممكن تسمي الملف بالمؤلف وسنه التاليف او سنه النشر. احنا نرجع تاني اهو، انا نسخت العنوان هيطلع لي هو الرساله الوحيده فقط اهي. تمام كده. بنسخ، بضغط على صفحه العنوان اول مره لحد ما تنزل تحمل عندي على الجهاز. بعدها بعد ما تبدا تتحمل اضغط على المستخلص. كم ملف عندي؟ حوالي 8 او 9 ملفات. قائمه المحتويات، الصفحه او ال 24 صفحه الاولى من الرساله. في كتير من الباحثين ما بيرضوش ينشروا الا اول 24 صفحه فقط من الاول. احيانا يجي لك في الجهاز تنزيل ملفات متعدده، نسمح تنزيل ملفات متعدده من نفس الصفحه. الفصل الاول بضغط عليه حسب سرعه الانترنت عندي بتنزل الرساله. ما بتاخدش الا دقيقتين مثلا او ثلاثه. يعني ممكن في ربع ساعه انزل 20 مثلا رساله او 15 رساله حسب وقت. الفصل الثالث، الفصل الرابع، الفصل الخامس، المصادر، الملاحق وبتكون فيها الادوات. الملاحق وبتكون فيها الادوات. هرجع تاني لصفحه التنزيلات عندي او الداونلود. عندي كام ملف؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تقريبا. هنلاقي اختصار كل، يعني لو حملتهم على طول كده هنسخهم، اعمل لهم كلهم تحديد واعمل لهم قص واحطهم في الفولدر بتاعي. دي رساله كامله في فولدر لوحدها عشان ما تلخبطش مع اي رساله ثانيه. رقم واحد طبعا الفصل الاول، الثاني، الثالث، الرابع. الايه معناها الاختصار، مختصر رساله. الار يعني ريفرنس اللي هو المراجع، وهكذا. هنلاقي هنا مثلا مراجعه كامله. هنا المختصر بتاع الرساله، الملخص. لان احيانا وانا بعمل خطه البحث بتاعي بستعين بالدراسات السابقه وبكتب الملخصات بتاعتها. فبدل ما الخصها هو الباحث بيكون ملخصها لي جاهزه. نشوف كده الصفحات دهيت كده.
دي صفحه العنوان. دي صفحه المراجع، طالما مكتوب عليها ار صفحه المراجع. وهنلاقي شغال او بيوثق بطريقه الاي بي اي، جمعيه علم النفس الامريكيه. كده هدخل على كل الرسائل اللي انا عايزها. بعد ما اخلص الرسائل هدخل على البحوث. بعد ما اخلص سنه 22 هدخل على سنه 21، سنه 19 وهكذا. طيب انا ممكن ابحث برضو، يعني في خيارات كتيره جدا في المنظومه. يعني انا ممكن ابحث بالمؤلف، ممكن ابحث بالمؤلف، ممكن ابحث بعنوان المجله او بالموضوع. افضل حاجه جميع الحقول. هل كل البحوث السابقه موجوده في المنظومه؟ السؤال ده لينا كلنا، هل كل البحوث السابقه هلاقيها في المنظومه؟ حد يقدر يجاوب على السؤال ده؟ سامعيني يا جماعه ولا الصوت مش واضح؟ انا بسال هل البحوث السابقه موجوده؟ معذره ان في ناس داخلين متاخر. الاستاذ هاني معانا؟ عايز محمد معاك. البحوث السابقه كلها الخاصه بدراستي، هل ممكن الاقيها في دار المنظومه فقط؟ ممتاز محمد، مش كلها، لا ما اعتقدش كلها ممتاز، غير فعلا المنظومه. مش كلها. يبقى انا ببحث برضو عن طريق مكتبات رقميه اخرى او عن طريق جوجل. بس في ادوات احترافيه او حاجات بسيطه لما ببحث عن طريق جوجل بعرف اجيب الدراسه بتاعتي. يعني مثلا انا هبحث الدراسه اللي انا عملتها دلوقتي بعنوان الاحتياجات التدريبيه التكنولوجيه لمعلمي الرياضيات في المرحله الاساسيه، هبحث عنها في جوجل. هبحث عنها فين؟ في جوجل. جوجل. هشوف موجوده ولا لا، لان في بعضها موجود وفي بعضها لا، وفي مكتبات رقميه تانية. امسحها كده، حطيتها في جوجل، اشوف هل موجوده ولا لا. موجوده اول حاجه في المنظومه اهوت، والبنك المعرفه المصري هيدخلني عليها كلها. بنك المعرفه في اهو مكتبه شمس او شمع، دي بتبقى موجوده بس لازم برضو شمعة، اسف. ديت بدون تسجيل، ممكن تلاقي فيها بحوث كتيره جدا. دي بعد دار المنظومه. هضغط هنا النص الكامل، واضحه كده الايقونه. النص الكامل هيجيب لي النص الكامل بتاعها. بس ديت عنوان تاني. ثواني كده اتاكد بس من العنوان. ده عنوان اخر مش نفس العنوان بتاعنا. ده عنوان اخر. الاحتياجات التدريبيه لمعلمي الرياضيات من المرحله الابتدائيه في مدينه تبوك، وجايب لي 17 صفحه فقط. واضح ان ده بحث منشور في مجله، مختصر بحث يعني. البحوث اللي منشوره في مجله بتبقى مختصر بحث، مش بحوث كامله. عكس دار المنظومه غالبا بتبقى بحوث كامله. طيب نرجع تاني لجوجل برضو. انا عندي لو انا عايز ابحث عن رسائل دراسه سابقه، افضل شيء بعد ما بكتب العنوان اللي انا عايز ابحث عنه او المتغير، بضيف حاجه بسيطه قوي. بضيف، بحول للكيبورد الانجليش واضيف دوت بي دي اف. يبقى هو كده هيبحث لي عن البي دي اف فقط، مش هيجيب لي المواقع العاديه او اي مقاله بتتكلم عن الموضوع ده. مش هيجيب لي اي ملف وورد، هيجيب لي البي دي اف فقط، لان كل الدراسات السابقه عباره عن بي دي اف. يبقى لما ببحث بيجيب لي البي دي اف فقط. عندي كتير جدا بي دي اف. يبقى الخطوه الثانيه او الطريقه الثانيه اللي انا ببحث فيها عشان لما ابحث في جوجل غير المنظومه، لازم اضغط دوت بي دي اف. دوت بي دي اف، واضحه النقطه دهيت عشان تسهل لي في البحث. تمام يا استاذ محمد الله. وهي نفس النتيجه بتاعت البحث العلمي، نفس النتيجه بتاعت البحث العلمي. طيب في مثلا مرجع انا ما عنديش توثيقه،
زي معجم. انا بعمل ايه عشان اجيب توثيقه؟ مثلا مختار الصحاح، انا عندي مختار، مش عندي مختار الصحاح بس جبت مختار الصحاح عن طريق المكتبه الوقفيه مثلا، او عن طريق معجم المعاني، اسف. بكتب مختار الصحاح وببحث عنه في مكانين. عايز اعرف توثيق كتاب مختار الصحاح عشان اكتبه في المراجعه عندي، لان انا كتبت معنى كلمه من مختار الصحاح. عندي حاجتين، يا اما المكتبه الشامله يا اما المكتبه الوقفيه. اهي بطاقه الكتاب، واقدر عن طريق التوثيق ده هنا المفروض بيظهر لي التوثيق دلوقتي. تدخل على المكتبه الشامله يمكن تفتح اسرع. ادي المكتبه الوقفيه، بطاقه الكتاب هي كامله، العنوان والمؤلف والناشر وسنه النشر وعدد الصفحات والمجلدات. يبقى ده كل اللي انا عايزه عشان اقدر اوثق كتاب توثيق علمي. كده احنا يعني الهدف من اللقاء ان احنا نجيب الدراسات السابقه بنفسنا، وان احنا نحملها بنفسنا، سواء من المنظومه او من الانترنت. انا خلصته. عندي مكتبه الشامله فيها مراجع كتيره، الوقفيه، مكتبه المصطفى، مكتبه نور. اذا بحثنا عن طريق العنوان او المتغير وكتبنا دوت بي دي اف، هيجيب لي، هيدخلنا على المواقع اللي انا عايزها. لو في اي استفسار انا تحت امركم. وكده المعلومه الخاصه بالبنك المعرفه دار المنظومه وبتحميل الدراسات السابقه انتهت. لو في اي استفسار تحت امركم. تمام يا استاذ محمد، جزاكم الله خير. العفو يا استاذ هاني، نورتنا يا استاذ هاني. خير يا حبيبي. لحضرتك يا أستاذ محمد. العفو يا استاذ، العفو، ربنا يبارك فيك. في اي استفسار يا جماعه؟ استاذ رافع واستاذه نورهان. تمام يا أستاذ محمد، كده تمام. يبقى اهم حاجه ان احنا نحمل الدراسه بتاعتنا ونتاكد ان هي اتحملت عندنا، ونغير اسمها عشان ما تتلخبطش في الاسماء الثانيه. لو عندكم اي عنوان عايزين نعمل تجربه عليه دلوقتي مفيش مشاكل. اهم حاجه تاكدوا من صفحه مصادرنا. تدخلوا على ايقونه مصادرنا من فوق وتختاروا دار المنظومه. دار المنظومه، اضغط على دار المنظومه. قاعده معلومات اللغه والادب مثلا. لو ضغطت على اي واحده مفيش مشاكل. هقول لكم شكرا لكم جميعا، واللقاء قريب. اتمنى يا رب ان احنا نكون استفدنا ونوصل المعلومات ديت لحد غيرنا، لان كتير قوي من الباحثين ما بيعرفوش يجيبوا الدراسات السابقه. ان شاء الله يا استاذ محمد، شكرا ليك، الف شكر يعني. شكرا يا استاذ هاني، نورتنا وشرفتنا. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في معلومه برضو، لو حد عايز يبحث عن دراسات سابقه باللغه الانجليزيه، في موقع جميل اسمه موقع إيريك. في دراسات سابقه خاصه من الدراسات التربويه، زي دار المنظومه عندنا كده. ويقدر يبحث بسهوله فيه، وبعد كده يترجم الايه البحث، يا اما عن طريقه يا اما عن طريق حد متخصص، بس يكون متخصص في نفس الماده بتاعته. يعني مش انجليزي بس، انجليزي وتربوي مثلا، او انجليزي وطبيب، او انجليزي في الادب، لان كل تخصص دي مصطلحات. لو في اي حد عنده استفسار او قبل ما اقفل يا جماعه، او حد حضر متاخر. طيب بالنسبة لأستاذ محمد حضرتك، بالنسبة للكتب بقى، أنت كده اتكلمت عن الدراسات السابقة. الكتب دهيت في كتب حديثه
لازم بنشتريها من المكتبات. وفي كتب قديمه ودي موجوده في كذا مكتبه، منها مكتبه نور مشهوره جدا. يعني مثلا وتحميلها اغلبه بيبقى مجانا. في عندي مكتبه الاسكندريه، عندي قاعده المعلومات، عندي في مكتبه في المغرب، عندي مكتبه. يعني تخيلوا ان في تل ابيب فيها مكتبه وفيها مراجع عربيه كتيره جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبه الكتب دهيت بتبقى مجانا، الا الكتب اللي بتدفع فلوس. احيانا الكتب اللي بنشتريها بفلوس تبقى الاونلاين، تبقى ارخص طبعا من الكتاب المطبوع. واحيانا بيخلوا الفصل الاول آه، بيبقى مجانا. طيب نشوف اي كتاب، يعني مثلا خاصه في الادب عندي كتاب شوقي ضيف مثلا. هدخل هنا على جوجل، حتى لو ما دخلتش جوجل الصوره واضحه كده. اه تمام، واضحه كده الصوره. اه تمام اكتب واضحة. مثلا ايه، آه، اختاروا اي عنوان عشان اقول لكم نبحث عن الكتاب ازاي افضل. ديوان ربع العدوية وأخبارها. ديوان رابعه العدويه اهو. شوفوا بقى، هو جايب لي اول اختيار ديوان رابعه العدويه، ثاني اختيار ديوان رابعه العدويه بي دي اف. يبقى الافضل ايه؟ بي دي اف. PDF. هو هيجيب لي اهو نور بوك، ده افضل مكتبه موجوده بتجيلي على طول. طيب لو المؤلف موافق على النشر بتبقى بلاقيه على طول. برضو مكتبه نور، اول رابط وثاني رابط، بعديها كتاب لينك. مكتبه نور عشان مش هندفع فيها فلوس عشان هتبقى مجانا، فبننزل تحت كده يقول لي قراءه ولا تحميل، بختار تحميل. بستنى حوالي 10 15 ثانيه عشان يدي لي الرابط بتاعها. لازم استنى تجهيز الرابط، ما افتحش الا صفحه صفحه، لان لو فتحت اكثر من صفحه المكتبه نور هيوقفهم كلهم. فبحمل كتاب كتاب، بستنى حوالي 15 ثانيه عقبال ما يدخلني على قاعده بيانات. الميزه في مكتبه نور اللي هو بيجيب لي الكتب الشبيهه ليها برضه. يعني لو عايز عن رابعه العدويه اي مرجع، خلاص اللي تحتها دولت موجودين. طيب هو جهز لي الرابط دلوقتي، وبيقول لي الرابط كام، مساحته قد ايه كمان. اه الرابط ومساحته 6.8 من 10، 6.48 ميجا. اتحمل عندي في التحميلات هنا. افضل شيء ان انا مثلا ايه، انسخ كده. ده كتاب رابعه العدويه مش الديوان. حضرتك عايزه الديوان ولا عايزه ايه؟ الديوان اه نفسه. ديوان أخت طيب محمد. احنا هنفتحه ونشوف، يمكن هو الديوان ومغير اسمه، او رابعه العدويه امامه العاشقين والمحزونين. هنفتح الملف ونشوف هو الرابط ولا لا، هو الديوان ولا لا. واضح كده ولا اشيره بس الكتاب لو سمحتم؟ ادي الكتاب اهوت، عنوان الكتاب، صفحه الغلاف، 212 صفحه. دي الصفحه الثانيه، دي الصفحه اللي بقدر اخد منها التوثيق. الطبعه الثانيه ده هي طبعا، طالما كاتب الطبعه الاولى والطبعه الثانيه يبقى دي الطبعه الثانيه. ده مش الديوان. طب هل الديوان موجود في الاخر في الملحقات؟ لا، مش الديوان مش موجود في الملحقات لحد دلوقتي، تتاكد بس. دي فصول الكتاب. لا دي دراسه عن رابعه العدويه. انا عايز الديوان بتاع رابعه العدويه. هرجع تاني، تحميل ديوان رابعه العدويه، قصائد رابعه العدويه مكتوبه.
دي كل الحاجات اللي موجوده عن رابعه العدويه. قصائد رابعه العدويه مكتوبه. طيب عندي هنا تحميل PDF، عندي رابطين، غالبا الاثنين بيبقوا واحد، برضو جايبها لي عن طريق مكتبه نور. ديوان رابعه العدويه اخبارها، اضغط عليه يمكن يكون هو ده اللي هيجي. هو ده واضح يا استاذه؟ اه تمام يا استاذ محمد. هو هنا بقى قال لي ايه؟ الناشر مش عايز ينشره، لا يمكن قراءه الكتاب او تحميله، بس على الاقل انا عرفت معلومات عن الكتاب. يبقى ده حتى ما ينفعش ان انا اطبعه من النت، لازم اشتريه. بس عرفت اقسام الكتاب، هل هيفيدني ولا لا؟ القسم الاول عن حياه رابعه العدويه، يبقى ترجمه ليها. القسم الثاني هو اللي ديوان رابعه العدويه مقسما حسب القوافي، يبقى انا عرفت محتوى الايه؟ الكتاب. ده اللي انا استفدته من ديوان رابعه العدويه. يبقى حتى لو انا لقيته في اي موقع تاني غالبا هيبقى مش قانوني. هل انا لو نزلت تحت ممكن اجيبه؟ ممكن اجيبه من مواقع تانية، ممكن اجيبه، ولكن هيبقى صعب شويه. ديوان رابعه العدويه نكتب بس .PDF. بشوف الصفحات كلها يمكن الاقيه، بس ما اعتقدش طالما في مكتبه نور مش موجود، غالبا مش هيبقى موجود. مؤسسه هنداوي برضو كتبها رائعه، لو عايزين تسجلوا كل الاسماء دهيت سجلوها. المكتبه الشامله، المكتبه الوقفيه، مكتبه نور، مؤسسه هنداوي، مكتبه المصطفى، طبعا مكتبه الاسكندريه. بكل دولت بعد دار المنظومه، يعني الواحد بيبدا بدار المنظومه عن طريق بنك المعرفه المصري. طب نشوف في بنك المعرفه كده ديوان رابعه العدويه موجود ولا لا؟ رابعه العدويه، هجيب لي كل الدراسات اللي عن رابعه العدويه. هل الديوان موجود ولا لا؟ احيانا بنلاقي الديوان. دي كلها تراجم لرابعه العدويه، ثم دراسات سابقه عنها. كل ده عن رابعه العدويه، كلها دراسات سابقه.